النهارده بقى هنبتدي في الريدنج الجديد بتاعنا اللي هو بيتكلم عن البيئه ومش عارف ايه والحاجات دي والكونزرفيشن. خدتوا حاجه زيها يا اولاد في سنه اولى ثانوي؟ فاكرين الدرس بتاعت اليونيك انيمالز ومش عارف ايه والكونزرفيشن المحميات الطبيعيه والكلام ده كله؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده، انك ازاي كونسيرف ذا انفايرمنت، انك تحافظ على البيئه. هناخدها من اول كلمه عندنا يا اولاد، كلمه conserve the environment. conserve، عندنا كلمه conserve كده يحافظ على او يحمي، اللي منها كلمه conservation اللي هي الحمايه او المحميات الطبيعيه، بس نفرق بينها وما بين كلمه conversation اللي هي معناها ايه؟ محادثه. يعني يقول لك هنا يا اولاد ايه؟ we should do our best، نبذل قصارى جهدنا to conserve عشان نحمي the environment اللي هي الايه؟ البيئه. نقول هنا in Egypt، في مصر، we have، احنا عندنا many، الكثير من conservation اللي هي المحميات الايه؟ الطبيعيه. اوكي ولد معايا كده؟ طيب في الكونزرفيشن احنا لازم نعمل ايه؟ we should use، لازم نستخدم naturally friendly materials، مواد صديقه للايه؟ للبيئه. قلنا naturally friendly materials، وده تعبير على بعضيه اللي هو naturally friendly materials. خلي بالكم ولاد معايا، انا عندي كلمه nature اللي هي الطبيعه نفسها، عندي كلمه natural اللي هو معناها طبيعي ودي الصفه. لكن هنا يا اولاد التعبير لازم فيه اللي هو ال واي، naturally friendly material. ما ينفعش اقول nature، ما ينفعش اقول natural، ما ينفعش اقول friend، لازم التعبير على بعضيه اللي هي مواد صديقه للايه؟ للبيئه. to conserve environment. ليه يا اولاد conserve environment؟ because لان الconservations always دائما او نقول usually عاده has unique animals او unique creatures، مخلوقات ايه؟ فريده. يبقى انا عندي كلمه unique اللي هي فريد، اللي بتساوي عندي كلمه exotic برضه نادر، اللي بتساوي عندي كلمه rare material. كل ده unique exotic او rare ايه؟ creatures اللي هي مخلوقات creatures. يبقى هنا هو هنا in conservations في المحميات الطبيعيه we usually عادة have عندنا unique creatures، مخلوقات ايه؟ فريده من نوعها، نادره من نوعها. قلت اكسوتيك ماشي، قلت رير برضه ماشي، كلها زي بعضها. عكس الكلام ده كله ايه؟ عكسها اللي هي نورمال. عكسها كلمه كومن اللي هو شائع او معروف. اوكي، ممكن تيجي معايا بديل لده، او لو جاب لي الانتونيم بتاعها هو ايه فبقول له ان هي كلمه نورمال او كومن، عكس يونيك او اكسوتيك او كلمه رير. So we need، بنحتاج في المكان ده الى volunteers اللي هم المتطوعين. انا عندي يا اولاد كلمه volunteer دي معناها يتطوع او متطوع. عندي كلمه donor متبرع. ايه الفرق يا اولاد بين فولونتير متطوع ودونر متبرع؟ الفرق بينهم ان الفولونتير المتطوع هنخضعه للفيرب دو، الدونر المتبرع هنخضعه للفيرب جيف. يبقى الفولونتير هو بيتطوع ان يعمل شيء. يبقى هنا الفولونتير المتطوع ده دو بيقوم something شيء ما for free يعني مجانا، وممكن بدلها اقول free of charge، بيعمل شيء فري اوف تشارج اللي هو يكون برضه بدون فلوس. اما الدونر ده يا ولاد المتبرع، جيف بيمنح، ماني مال يمنح، something شيء ما. الدونر هو دايما جيف يعني بيعطي، بيدي الحاجه، يبقى اللي بيدي الشيء هو دونر. لكن اللي بيعمل حاجه للمساعده بدون مقابل بنسميه فولونتير.
والفولنتير ده بيعمل حاجه اسمها فولنتري ورك. فولنتري ورك اللي هو عمل ايه؟ تطوعي، اللي هو فولنتري ورك عمل تطوعي، اللي هو كده يا اولاد بيقوم بيه فولنتري ورك عمل ايه؟ تطوعي. اوكي كده يا اولاد معايا؟ طيب طيب وكمان يا اولاد عندنا قلنا ايه كمان احنا should do to protect، ان احنا نحمي. بنحمي كمان يا اولاد اللي هم الحيوانات الرير، كمان endangered animal. endangered ده كده يا اولاد معرض للخطر او لخطر الانقراض، اما in danger يعرض للخطر. لكن فرقي هنا في كلمه in danger دي معناها في خطر، لكن in danger على كده يعرض للخطر. in danger معرض لخطر، وخصوصا خطر الايه؟ الانقراض. يعني اقول هنا نقول the Egyptian tortoise، السلحفاه المصريه is endangered، معرضه لخطر الايه؟ الانقراض، لانها من اصغر وانظر السلاحف اللي في العالم لاصغر سلاحف موجوده عندنا في الايه؟ في العالم، فقلنا عليها endangered. اما endangered نقول هنا during، اثناء the flood، الفيضان، many people، كثير من الناس كانوا بصوا لك in danger. in danger يعني في خطر، لكن in danger على بعضها ده يعرض للايه؟ للخطر بتاعه. طيب في كمان ان احنا must conserve او ان احنا سيف، ننقذه ونحافظ عليه، اللي هو البايوديفرسيتي. بايوديفرسيتي اللي هو التنوع البيئي. diversity اللي هو التنوع البيئي. انا عندي كلمه بايو او المخلوقات يا ولاد ايه؟ اسف يا ولاد. بايو ديفرسيتي اللي هو التنوع البيولوجي او الاحيائي، اللي هو different kinds انواع مختلفه of living things. ده معنى كلمه بايو ديفرسيتي. وانا عندي هنا كلمه بايو في اي شيء اللي هي جايه من كلمه بيولوجي، وديفرسيتي اللي هو معناها تنوع. ده تركيبها على بعضها. زي ما كان عندكم اولاد في اولى ثانوي كان عندكم كلمه ايكو سيستم. ايكو سيستم اللي هو النظام البيئي. كان العبره عندي في كلمه ايكو بمعنى بيئي، لما كان بيقول لك ايكو توريزم السياحه البيئيه، لكن ايكو سيستم نظام بيئي. فكانت بايو ديفرسيتي اللي هو التنوع الايه؟ البيئي. Some people، بعض الناس raise money، بتجمع المال for، من اجل the charity work، العمل الخيري او العمل الاحساني، او for the efforts، للمجهودات to conserve، عشان نحمي the environment and the biodiversity، والتنوع الايه؟ البيئي ده. So it's a great challenge بمعنى تحدي. it's a great challenge كده يا ولاد بمعنى تحدي، ده تحدي عظيم. لكن كلمه challenging الصفه منه. التشالنجينج اللي هو الصفه ايه؟ الصفه منها الموجوده عندي. يعني مثلا نقول لك ايه؟ we face، نحن نواجه many challenges، تحديات كثيره on our way، في طريقنا، او in our way، في طريقنا to conserve، لحمايه the environment. نقول مثلا هنا ايه؟ he is hard worker، هو عامل جاد. he always، هو دائما look for، يبحث عن challenging job، وظيفه ايه؟ تحدي، وظيفه تحدي. وكلمت معايا كل ده بمعنى كلمه تشالنج. يبقى تشالنج ده التحدي نفسي، اما التشالنجينج اللي هي وظيفه تحدي او شيء، صفه توصف الحاجه اللي جاي ايه بعدها. طيب وقلنا اولاد ان كثير من الاورجانيزيشنز او التشيلدرنز الخيريه ريز ماني. نيجي لكلمه رايز. رايز دي يا اولاد يرتفع، ينهض، يعني تنفع معناها جو اب، يصعد الى اعلى. تنفع بمعنى يا اولاد كلمه مثلا ايه؟ جيت اب، ينهض من مكانه.
تنفع بمعنى تشرق. يعني مثلا يقول لك ايه؟ prices، الاسعار rise، بترتفع every day، كل يوم. يبقى rise كده بمعنى يرتفع. خدوا بالكم معايا، the sun، الشمس rise at مثلا ايه 4 o'clock او 5 o'clock، الساعه 5، ايا كان بقى التوقيت طبعا ما اعرفوش بالظبط. يبقى رايز بمعنى تشرق. يقول لك ايه؟ سموك، الدخان رايز، بيرتفع from the chimney، الشيمني اللي هي الفوهه او الفتحه. يقول لك هنا he rose up، نهض and went out. لو لاحظتوا حاجه يا ولاد، ان مع رايز كل الشيء اللي بتكلم عنه او ما بيجيش بعدها الاوبجكت، المفعول او الشيء اللي بتكلم عنه بيجي قبلها مش بعدها. كل ده مع كلمه ايه؟ رايز. تنفع يشرق، ينهض زي ما قلنا كده، يرتفع، يصعد. اوكي. البالون رايز، المنطاد ارتفع الى اعلى. طب ما هي كلمه رايز ممكن تيجي كنون، كاسم بمعنى ارتفاع او زياده. شوف كده يا ولاد لما يقول لك ايه؟ there is يوجد sudden rise، ارتفاع مفاجئ، جاي هنا بمعنى ارتفاع in prices، في الايه؟ في الاسعار. يقول لك هنا the workers، العمال called for، نادوا بيه، اللي هو pay rise هنا معناها زياده في الاجور. يبقى رايز تنفع بمعنى يرتفع، اشرق، كفايه، يرتفع، يشرق، ينهض. وتنفع كنون بمعنى ارتفاع او زياده. لو جت كفيرب بمعنى يرتفع او تشرق، بيجي قبلها الشيء اللي انا بتكلم ايه؟ اللي انا بتكلم عنه. ها، فيها مشكله حد كده؟ تمام يا اولاد؟ لو مفيش مشكله اقول اوكي على اعتبار امسح واكتب تاني او قدامكم موجودين. تمام، اوكي. ثانك يو ماي ليدي. اما يا اولاد، في عندي بقى كلمه ريز. الماضي منها ريزد. هنا بقى بمعنى يرفع او يزيد، يرفع او يزيد. يجي بعدها الاوبجكت، يجي بعدها المفعول، الشيء اللي انا بتكلم عنه. يقول لك هنا ايه؟ the student، الطالب raised his hand، رفع ايده to answer، لكي ايه؟ يجاوب. الراجل عايز يجاوب. فهنا قلنا ريز بعدها المفعول، الشيء اللي بيتكلم ايه؟ عنه. يجي يقول لك مثلا ايه؟ على سبيل المثال، يبقى ريز بعدها الشيء. يقول لك هنا the government، الحكومه، نقول مثلا ايه؟ raised، رفعت the prices، اللي هي الايه؟ الاسعار مثلا. يعني يبقى دي ريز جت بعدها اسم الشيء اللي بتكلم عنه. لكن كلمه ريز ممكن تجي مع كلمه raise money، يجمع المال. بقت يجمع المال، لكن مش يجمع المال بغرض الثراء، لا، ده هنا بيبقى اولاد for charity، من اجل المؤسسات الخيريه او لعمل الايه؟ الخير. لكن يجمع المال من اجل الثراء اسمها ميك ماني. تيجي سلمى تقول لي يا استاذ محمد هي ايرن ماني. ايوه يا سلمى، ايرن ماني يكسب المال، لكن من عمل موحد او من عمل ثابت زي وظيفتك كمدرس او غيره. لكن واحد ميك ماني هو بيتاجر هنا، بيشتغل هنا، بيسافر، يعني بيجيب المال من كذا مصدر، بيجمع فلوس، عايز ثراء، يبقى ساعتها هو ميك ماني. لكن يكسب المال من عمل ثابت، عمل موحد، الكلام ده بنقول عليه ايرن ماني، لكنها ريز ماني. اوكي. في عندي ريز تجي لي مع ريز لو جات لي مع كلمه سبجكت اللي هو موضوع، لو جات لي مع كلمه كوتشن اللي هو سؤال، لو جات لي مع كلمه ماتر اللي هو امر من الامور، او ايشو اللي هو موضوع. هنا بقى ريز معناها يطرح للمناقشه. يعني يقول لك ايه؟ ذا مانجر، المدير raised the matter،
for discussion. طرح الموضوع للايه؟ للمناقشه. discussion. طرح الموضوع للايه؟ للمناقشه بتاعتنا. يبقى ريزنا مع كوتشن مع ماتر مع الايشو معناها انه طرحه للايه؟ للمناقشه. اما عندي كلمه arise. arise. arise ينشأ غالبا ممكن تيجي غالبا مع المشاكل. يقول لك هنا ايه؟ during اثناء constructing او the construction اللي هو التأسيس of the dam بتاع السد. a lot of problems كثير من الايه؟ من المشاكل arise نشأت ظهرت عملت وجدت. يبقى arise تيجي غالبا مع مشاكل معناها ينشأ يظهر. اوكي.